صباح الخير. التريكي كويستشن معانا النهارده هو تطبيق لقاعدة neither nor. في البداية يا ولاد تعالوا نقرا السؤال. السؤال بيقول neither سارة nor لورا not to the party. لا سارة ولا لورا راحوا الحفلة، ومديني اختيارين go و went. يا ترى أنا هختار مين فيهم؟ نعمل ريفيجن سريع على القاعدة وبعدين نرجع نحل السؤال. القاعدة عندي كانت بتقول إن neither nor معناها إن مفيش حد من الاتنين قاموا بالأكشن اللي موجود قدامي في الجملة. فالقاعدة بتقولي باختصار أحلها إزاي؟ لما ألاقي neither نور في الجملة ببص على الاسم اللي بعد نور على طول، عيني تركز عليه. لو الاسم ده يا ولاد كان اسم مفرد، إذا الفعل اللي هختاره فعل مفرد. طيب لو كان الاسم اللي بعد نور جمع، إذا أنا هختار فعل جمع. يلا نطبق. neither أحمد نور علي نقط فوتبول. لا أحمد ولا علي، الاختيارات play و plays، بيلعبوا كورة. أنا هعمل إيه؟ أول حاجة هبص على كلمة نور زي ما اتفقنا، ونعمل دايرة أو خط على الاسم اللي بعدها. الاسم اللي بعدها اسم علي، وعلي اسم مفرد، وبما إنه اسم مفرد فيجي الفعل هو كمان مفرد، وبالتالي إيه الفعل المفرد؟ احنا اتفقنا إن play بتيجي مع I و you و we و they والأسماء الجمع، لكن plays بتيجي مع he و she و it والأسماء المفردة. إذا بما إن ده اسم مفرد ففعل مفرد، فالإجابة الصح هي plays، وبتكون الجملة neither أحمد نور علي plays football. تاني تطبيق معانا على الجملة هيكون neither أحمد نور his friends not football. لا أحمد ولا أصحابه بيلعبوا كرة. الاختيارات play و plays. اتفقنا كالمعتاد عينينا راحت ورا نور وبصينا على الاسم اللي بعدها اللي هو his friends، معناها أصدقائه. إذا فده اسم جمع، وبالتبعية فالفعل جمع. يا ترى هختار play اللي بتيجي مع I و you و we و they والأسماء الجمع، ولا plays اللي بتيجي مع he و she و it والأسماء المفردة؟ خلاص حفظناها قاعدة. يبقى إذا الإجابة الصح هي play. يبقى neither أحمد nor his friends play football. دي كانت examples سهلة وبسيطة. تعالوا معانا نشوف التريكي question النهاردة بيتكلم على إيه. السؤال بيقول neither سارة nor لورا not to the party. لا سارة ولا لورا الاتنين ما راحوش الحفلة. خلاص؟ والاختيارات قدامي go أو went. تعالوا في البداية نتفق إنه إحنا بنشوف نور وبنشوف الاسم اللي بعدها على طول اللي هو لورا. لورا جت هنا اسم بنت مفردة، وبالتالي بما إنه اسم مفرد يكون بعده فعل مفرد. ممتاز جدا. طيب المفروض في الحالة دي يا أولاد الفعل لو جه في البريزنت أنا هختار له goes مش go، لأن go بتيجي مع I و you و we و they، ومفيش أي إشارة في الجملة توحي لي زمن الجملة present ولا past، فبالتالي جو ما تنفعش كاختيار أول. جو ما تنفعش. ليه؟ لأن أنا عندي الاختيار كان ممكن يبقى صح لو أنا اخترت كلمة goes، وبالتالي الاختيار الأول مرفوض. ساعتها هنا بس هختار went. وليه اخترت went؟ لأن went في الحالتين تطبق على المفرد والجمع إذا كانت الجملة زمنها ماضي. ودي التريكي بوينت النهاردة، بمعنى إنه لو زمن الجملة في البريزنت غير صحيح عينيك تروح على الباست على الماضي على طول. يبقى إجابة السؤال neither سارة nor لورا went to the party. بكده يبقى خلصنا التريكي كويستشن النهاردة. أتمنى تكونوا فهمتوا. تريكي كويستشنز أكتر تابعونا على القناة. ألف شكر. باي باي.